مرحبا. هذا الفيديو أخذ كتير معي وقت لتحضيره. طبعا ما أنه حضر مثلا شو بدي أحكي أو شو بدي أقول، لا، تحضير نفسي، لأنه إحنا حاليا عم نعيش كتير شغلات بشعة. تمام. طبعا غير اللي ماتوا الله يرحمهم وغير اللي تضرروا. أكيد حاليا الكل عم يعيش حالة نفسية، حالة من الهلع والرعب اللي عم يصير فينا. كل شوي عم نطلع على اللمبة، عم نطلع على كاسة المي، كل شوي بنحس انه الدنيا عم تهز، الدنيا عم ترجف. طول الوقت حاسين انه نحن دايخين في عالم نزلوا على المستشفيات بس لانه هيك حسوا انه هزة او تهيأ لهم لهالدرجة. عالم صار مع جلطة، عالم صار مع سكتة قلبية، ولدرجة انه ممكن الشخص يموت بس من خوفه بالشي اللي مرينا فيه هذا الأسبوعين من زلازل. للصراحة أنا ما بعرف شو بدي أقول، فقلت بس أفتح الكاميرا وبلش أحكي معكم واحكي لكم عن الشغلات الصعبة اللي مرقنا فيها. رح احكي لكم معلومة عني ممكن اغلب العالم ما بيعرفوها، واللي هي انه انا اصلي تركي، يعني انا تركية سورية وانا عشت بتركيا، فانا كتير بحب لتركيا. وكنت مخططة انه انا بس يصير معي مصاري من اليوتيوب اطلع وسافر وهيك، اول محل رح اطلع عليه هو تركيا، وارجيكم مدرستي، حارتي، الاماكن اللي كنت العب فيها. بس للاسف كله راح وما رح اقدر اصور لكم هيك فيديو. مثل ما سوريا بعتبرها بلدي، اكيد كمان تركيا بلدي، فالوجع بيكون وجعين للاسف. بس الحمد لله بيتنا هون ما صار له شيء، يعني حتى الحمد لله انه لا ازاز تكسر ولا شيء تكسر، فاكثر شيء بحمد ربي عليه انه ما حدا صار له شيء والبيت ما صار له شيء. رح احكي لكم انا شخصيا شو صار معي وقت الزلزال. انا ولأول مرة بكون نايمة. أنا بالعادة شخص كتير بيسهر وبسهر 5 الصبح و6 الصبح، بس بهذا اليوم بالذات مدري ليش نمت. طبعا الزلزال بالضبط صار 4:17، فحس انه في حدا عم يحرك التخت، كتير عم يحركه. فانا فكرت اختي عم تتغلط، فانا فقت معصبة. تمام، فقت معصبة وعم عيط، تيا خلص حاجت هز التخت، حاجت هز التخت. قلت بسم الله، طلعت هيك فتحت عيوني لقيت الخزانات عم يفتحوا ويسكروا. قام قلت جني. انا يعني كل العالم عرفوا انه زلزال من اول ثانية دلع، هاد جني. لا، والاحلى من هيك انه انا انبسطت انه واخيرا شفت جني. انه كان ممكن عم اضحك وعم احكي لكم احداث، بس هي عن جد كانت رعب. بس هلا لما اتذكرها وانه انا كيف فكرت انه الخزانات هن عم يفتحوا ويسكروا والباب هو عم يفتح ويسكر، انا فكرته جني. بعدين ركزت شوي واستوعبت انه البيت كله هيك عم يعمل جيليه، ونحن طابق تاسع، فهيك البيت عم يعمل. انا قلت هلا بده يطير الطابق، انا ما قلت رح تنزل بينا، انا قلت رح يطير الطابق على الاخر. بعد ما فقت لقيت البيت كله فايق. تمام. ما حدا نزل طبعا، احنا ضلينا قاعدين بالبيت، ما بعرف ليش. ماما اكتر شي كانت خايفة عليه هو الازازات، اكتر شي كانت خايفة عليه هو الازازات. فبابا مسك لي اياهم ومسك مسك لنا المرايات والازازات، المهم انه ما ينكسر شي. والحمد لله على فكرة لما بابا هداهم الحمد لله كانوا كلياتهم وقعوا على الارض، الحمد لله بابا انقذ لي اياهم. انا بعد ما فقت قعدت على الصوفة وانا عم حاول استوعب انه شو صار، انه شو فيه. بعدين بعد ما هيك صفنت شوي، ما في تقريبا شي 10 دقايق، مدري 5 دقايق، ما والله بتذكر بالضبط، رجع هز مرة تانية، بس اللي كانت الهزة أخف. يعني كانت اللمبة هيك عم تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي، وأنا إنه منصدمة إنه عم أطلع إنه عم أقول معقول هي نهايتي؟ معقول أنا هلا رح موت؟ إنه أنا هيك رح موت؟ أنا رح موت تحت الأنقاض؟ إنه شو هالموتة؟ عن جد بهاللحظة بتحس إنه ما في شي بالدنيا رح ينقذك. يعني أنت مين بدك تشوف؟ بدك تشوف عيلتك، الأغراض اللي عم تنكب، أصوات الجيران، ما بقى بتقدر تستوعب ولا شي. بعد ما صار الزلزال الأول وبعد 10 دقايق صار الزلزال الثاني، أنا أوكي ضلينا قاعدين. بعدين رحت نمت شي ساعة 1:24. فقت والبيت كمان كان عم يهز. قلت لا، نفدت من اول واحد، بدي يموت هلا بالتاني. فقت معصبة، يعني حدا بيفيق انا فقت معصبة انه رح يصير زلزال مرة تانية ورح نموت هيك. حدا بيعصب انه رح يموت؟ انا معصبة. يعني انا المفروض انه ازعل، انا فقت معصبة انه انا رح موت بهالطريقة. انه ليش؟ بعد ما وقف الزلزال انا فقت، طلعت على ماما لقيتها نايمة، اخواتي كانوا نايمين. ما بعرف ليش انا الوحيده اللي حسيت فيه. اتصل فيني بابا، هيك كان بالمحل، قال لي شو صار فيكم وكذا وهيك، حسيتي بالزلزال؟ قلت له ايه حسيت، الباقي كله نايم.
بعد ما صار الزلزال اكتشفنا انه مصدره من تركيا، فانا عندي رفقات بتركيا، قلت روح واطمن عندهم. بعت هيك رسالة، وانا ما كنت بعرف انه في هالضحايا ومتدمرة المناطق. انا فكرت انه هو كتير شي عادي، انه هيك زلزال، هيك هزة، انا هيك فكرت. بعدين شفت على الاخبار انه نحن عنا بناية نازلة. انا انصدمت انه كيف يعني بناية نازلة؟ قلت معقولة لهالدرجة الهزة قوية؟ انا قلت اكيد اساسات البناية ما كويسة. شوي 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 شوي، كل ساعة نكتشف بناية جديدة. اكتشفت انه في كتير كتير بنايات نازلة عنا. انه واو، ما توقعت انه هيك هزة ممكن انه تدمر العالم. فبعدها بيوم شفنا الاخبار عن تركيا وهيك، واكتشفت انه كل شي رايح، كل شي رايح. البنايات رايحة، عالم ميتة، عالم عم يشيلون من تحت الانقاض. انا ما استوعبت. انا اول شي فكرت فيه انه هو رفقاتي، انه صاير لهم شي، وانا كاتبت لهم وما عم يردوا علي، وكتير خفت. بعد تقريبا شي يومين حكوني وطلع انه ما فهم شي، يعني بس البيت نازل الحمد لله. طبعا بعد كم يوم اكتشفنا انه قرايبينا اللي بتركيا اغلبهم ميتين الله يرحمهم طبعا. وطبعا في منهم مفقودين، وفي منهم تحت الانقاض وخربانة الدنيا. كل ما نتصل بحدا بس نتأكد انه هذا البني ادم عايش، انه هو وعيلته تمام وبخير، وانه ما في حدا ميت. حرفيا هذا الاسبوعين عشنا رعب كتير فظيع. وهلا صارت هزة، يعني قبل ما اصور الفيديو بشوي انا قلت هلا بدي موت انا وعم صور، ابشع موته. احنا اخر هزة قوية حسيت البيت انه نظامي جيلي كانت يوم الاثنين الساعة 8 بالليل. هاي اللي حسوا فيها كانت يمكن 6.5 بتوقع اوتا. حرفيا حسيت البيت هيك عم يعمل، وبس هالمرة ما خفت، ما بعرف ليش، بس هيك الله عطاني قوة انه انا ما خاف. رفقاتي كانوا عنا على الصدفة، فانا قلت لهم انه ما تخافوا، كتير عادي، رواق رواق، ما حدا يخاف. فمثل ما قلت لكم كمان الكلام هو اللي بيشجع الواحد. اما لو كنت عم ابكي وعم عيط وعم صرخ وعم هيدي وعم متلهوى شو هيك، اكيد رح يخافوا ويقربوا. فكمان العامل النفسي او اصوات العالم هي اللي بتوترك، هي بتترك أكتر من هزة البيت بذاتها. فكرة عم أحكي لكم هيدي المأساة والرعب النفسي اللي صار فينا وأنا عم أضحك، لأنه هذا عن جد شي بيضحك. إنه كيف بلحظة إنه ممكن خلاص يروح كل شي. فإنه على الصدمة الواحد بجن حرفيا. ونحن حاليا كل شوي بنحس إنه البيت عم يهز، حرفيا كل شوي. يعني أنا هلأ إذا صفنت شوي هيك بحس هزة، في هزة في هزة في هزة. رح أرجع بالزمن شوي لأقوى زلزال صار بالعالم هو كان بمدينة تشيلي عام 1960، كان قوته 9.5 ريختر. وكمان عام 1999 بتاريخ 17 أغسطس باسطنبول صار زلزال راح ضحيته 17,000 شخص. في شغلة مهمة بتمنى تحطوها في راسكم، أوكي؟ حلق في دانكم، ما حدا بيتنبأ بالزلازل. حتى هداك العالم الهولندي بذاته قال انه بالصدفة تنبأ بالزلزال. فبليز ما بقى حدا ينزل شغلات عن الزلزال، انه والله في زلزال الساعة كذا، والله في زلزال تاريخ كذا. ما بقى تلعبوا بأعصاب الناس، لأنه أعصابنا تلفت على الآخر. وبالنسبة للزلازل أو التنبؤ بالزلزال، كل حدا قال انه الزلزال صار له شيء. عالم قالوا بسبب الصفائح التكتونية أو الصدوع، أو إنه المجموعة الشمسية صارت إنه منتظمة إنه بشكل عمودي. وعالم قالوا ماسونية، وعالم قالوا هيدي مدري مين مدبر لنا هذا الزلزال. ما بعرف، يعني كل حدا له تفكير. كتير مبسوطة حاليا إنه قدرت صور هذا الفيديو بدون ما تجيني هي الحالة تبعت الدوخة بظل هالظروف الصعبة. مع أن فقدنا كتير ناس وكتير ناس تدهورت أحوالهم، والله يعوضهم إن شاء الله. شغلة بسطتني واللي هي بالشعب السوري. أنا ما توقعت هذا الشيء أبدا. بهيدي الأزمة بينتلنا قديش بيحبوا بعض، قديش في إسا حب بيناتهم، قديش في إسا إنسانية في عالم تبرعت بمصاري، عالم تبرعت بأكل، عالم تبرعت بأغطية، ببطانيات. حرفيا لما شفت محبة العالم لبعضها، هذا الشي بيخليك تتبرع، تنبسط انت وعم تتبرع، بسمة الناس على وجوههم. وهذا الشيء اثبت لي انه نحن ايد وحدة. طبعا ما بننسى دعم الدول العربية إلنا من مصادر طبية، من تبرعات، من اكل، مثل لبنان، الاردن، العراق، مصر، تونس، الجزائر، الامارات، السعودية. كل الحب والشكر لهم. شفت محبة الدول العربية إلنا، والشعب السوري كيف بيحب بعضه، والشعوب كيف بتحبنا وبتدعمنا.
وبعثت لنا كتير شغلات وساعدتنا عن جد عن جد. وقتها آمنت إنه الحب والقومية والوطنية بين الشعوب ما ماتت. اوكي، حسيت حالي كتير قومية ووطنية زيادة عن اللزوم، بس مشان اعبر لكم عن الفرحة انه الحمد لله انه اسا الناس بتحب بعضها، واسا الناس بتحب الخير لغيرها. احكي لكم عن قطي نينو. قطي هنا بيقولوا جيبوا حيوانات انه مشان تتنبأ بالزلازل او هيك. نينو وقت الزلزال بتعرفوا شو بيعمل؟ ما بيعمل شي، بضل نايم. ليكو نايم. بس حرام عليكم كرمال الظلم هيك وكذا. بأول زلزال اوكي حسب شو قالت لي ماما انه صار ينوي وصار يرقد بالغرفة، بس أول زلزال حس بس على الأول. شو بدكم بالباقي؟ الباقي هدول هزات ارتدادية عقولتهم. بعد ما السوشيال ميديا كلياتها صارت بس يعلموا العالم وقت يصير زلزال شو بتعملوا. تمام، قريناها وعملنا سكرين وحفظنا هون وكذا. نحن أول زلزال منضل محلنا، ما بنعرف شو بنعمل وقت يصير عن جد عن جد الفعل غير الحكي، الشوف غير الحكي. وقت يصير الزلزال ما حدا بيطبق شيء ولا شيء. يعني مثلا ما بيخطرنا ننزل تحت الطاولة، لا ما بيخطرنا. على الرعبة عن جد أنا ضليت مثله واقفة مثل ما أنا حضرت تقريبا شي 5 زلازل، بتوقع إنه هن 2 أو 3 والباقي هزات ارتدادية ما متأكدة يعني. بس بأي شيء ضل محل، ما بتحرك ولا بنزل من البيت، والله بضل. وفي معلومة مهمة تمام شفتها بفيديو من كم يوم، انه بس يصير زلزال يا جماعة ما حدا ينزل من البيت، اوكي؟ لانه حسب شو قالوا انه اغلب الجثث اللي شالوها كانوا على الدرج. فبتمنى انه تضلوا محلكم، تخبوا تحت طاولة، تخبوا جنب صوفة، مكان تحسوا انه جدار قوي كده. ايه بعرف انه انتم ما رح تنزلون على الخوف يعني، بس انه حاولوا قد ما فيكم انه ما تهربوا على الدرج بعدين نلقى حتفنا. بليز لا نريد أمواتا بعد الآن، لقد هرمنا، زعلنا، تعبنا كتير. وهيك بتكون نهاية الفيديو. أهم شي ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وهذا اسم حسابي على الانستا، ضيفوني كلياتكم، بحبكم كتير كتير. الله يرحم كل العالم ويشفي كل المجروحين ويعوض كل المتضررين يا رب. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.